الحوار مع الروائي والشاعر والناقد هوشينغ أوسي، وهو روائي وشاعر كردي سوري ويحمل الجنسية البلجيكية ويكتب باللغتين العربية والكردية، ونشرت له عدة مقالات في صحف ومجلات عربية عديدة كالحياة والشرق الأوسط والقدس العربي والمستقبل والخليج ونزوة وقلمون والشروق. وصدر له حتى الآن 4 روايات و9 دواوين شعرية. روايته وطأة اليقين، محنة السؤال، وشهوة الخيال الصادرة عن دار سؤال بيروت 2016 فازت بجائزة قطارة للرواية العربية عام 2017، وتمت ترجمة هذه الرواية إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية. وله أيضا رواية بعنوان حفلة أوهام مفتوحة صدرت أيضا عن دار سؤال بيروت 2018، ورواية الأفغاني سماوات قلقة عن دار خطوط وظلال الأردن 2021. وأخيرا سيشارك في معرض القاهرة الدولي هذا العام برواية كأنني لم أكن عن دار سؤال أيضا. وستصدر له أيضا رواية عن مؤسسة بتانة في معرض الكتاب. وقد ترجمت نماذج من قصائده إلى اللغة الهولندية والإنجليزية والفرنسية والتركية. وصدر له عن مركز الشعر في بلجيكا ديوان لست بحرا باللغتين الهولندية والعربية بدعم نادي القلم البلجيكي، وهو أيضا عضو في نادي القلم البلجيكي ونادي القلم الدولي، ويعيش في بلجيكا منذ عام 2010. نرحب مجددا بالأديب والروائي والشاعر الكبير أستاذ هوشينغ، ونحن سعداء جدا بأن تكون معنا في هذه الأمسية حتى نتعرف على منجزاتك الأدبية والثقافية، ونتعرف أيضا على فكرك واتجاهاتك الثقافية والأدبية والنقدية بصفة عامة. أهلا وسهلا بحضرتك، وسعداء جدا بوجودك معنا على منصة الساردون يغردون. جزيل الشكر والامتنان لك دكتورة جهال وللأستاذ رضا ولكل الأخوة الأعزاء الموجودين معنا الآن. بصراحة أنا يعني ما زلت في بداية طريقي، ما زلت ألتمس طريقي في حقل الكتابة الأدبية. النقد هي محاولات، ولا يمكنني أن أصنف نفسي بين النقاد. مسؤولية كبيرة مسألة النقد، لكن بحكم الحراك والمنجز يمكنني القول بأنه هوشانغ أوسي هو شاعر وروائي وفقط أيضا، يعني لا أكثر ولا أقل. سعيد جدا أن أكون معكم هذه الليلة، ومعذرة على انقطاع الاتصال لسبب أجهله. يعني هي مشاكل الإنترنت المتعارف عليها يعني، وإن شاء الله بإذن الله تظبط الأمور إن شاء الله. طيب، دعنا أولا لكي نزيل هذا الجو ونذيب الجليد نتعرف أولا على نقطة هامة. وأنا أبحث في الإنترنت عن سيرتك الذاتية وجدت أن الاسم الأول عبد العزيز، فما حكاية هذا الاسم؟ هذا الاسم سبق وأن تحدثت عنه في حوارات سابقة. أنا كردي، والأكراد في سوريا وفي تركيا وفي العراق وإيران تعرضوا إلى قمع شديد، يعني ابتداء من عمليات الجنوسايد في العراق ووصولا إلى عمليات التطهير الثقافي والسياسي في سوريا. فكان يعني ممنوع تسجيل المواليد بالأسماء الكردية. هذا قرار أصدره حافظ الأسد في 74، وأنا مواليد 76. لي أخت تكبرني اسمها نوروز وهو اسم كردي، لكنها لأنه مواليد 72 فلم يشملها القرار، إنما أنا شملني هذا القرار
أثناء تسجيل اسمي في سجلات النفوس، المسؤول النفوس يعني قال لأهلي أنه يمنع تسجيل المواليد بالأسماء الكردية، وهذا قرار سياسي، يعني قرار أمني سياسي. يعني انزعج الأهل في هذا الخصوص، كيف يعني تفرضون علينا أن نسمي مواليدنا بأسماء أنتم تختارونها. فهكذا يعني كيفما اتفق اختار أمين السجل المدني اسم عبد العزيز، لكن أنا في البيت اسمي هوشنك، ووالدي كان يكنى بأبو هوشنك أو أبي هوشنك في المدينة التي ولدت فيها. بقي الوضع على هذا الحال إلى أن حصلت على الجنسية البلجيكية، وثبت اسم هوشنك في السجلات البلجيكية في الباسبور والبطاقة الشخصية. لكن الوسط الثقافي الكردي والعربي سواء في سوريا أو خارج سوريا يعرفونني باسمي الأدبي واسمي الحقيقي، يعني هو هوشنك أوسي. ما معنى هوشنك؟ هوشنك هو اسم كردي وفارسي يأتي بمعنى من يتقن عمله أو يجيد عمله، أو يأتي بمعاني مترادفة أخرى، معنى الأنيق أو الجميل، يعني بها المعنى المترادف، لكنه مذكور في القواميس الكردية على أنه ماهر. تمام. طيب أستاذ هوشنج، متى بدأت مشوارك الأدبي؟ يعني متى تحديدا بدأت باهتماماتك الأدبية، وهل بدأت شعرا أم سردا في البداية؟ عملية الانتقال من الريف إلى المدينة تخلق تلك الصدمة لدى أي إنسان. وأنا انتقلت من مدينة حدودية تبعد عن دمشق 1000 كيلومتر تقريبا، مدينة شطرتها الحدود التركية السورية إلى الشطرين، جزء من المدينة في تركيا وجزء في سوريا. في سنة 1998 انتقلت إلى دمشق، ويعني بدأت الاهتمامات الأدبية هناك، لأنه في مراكز ثقافية، في صالات عرض تشكيلي، في مسارح، ويعني قدر استطاعتي كنت أجوب يعني في المراكز الثقافية وأحصل على برامج النشاطات، وأنتقي ندوات أمسيات أدبية، أنتقي الذي يناسبني وأتابع. يحضرني هنا يعني الشاعر السوري الحمصي عبد القادر الحصني، وهو موجود الآن في القاهرة. بصراحة يعني لا يمكنني أن أنكر أفضاله علي، حيث كان ينشر لي في جريدة الأسبوع الأدبي وفي مجلة الموقف الأدبي صادرة عن اتحاد كتاب العرب في 2000 2001 2002. في تلك الفترة نشرت أول مجموعة شعرية لي، أعتبرها يعني محاولة، لا أعتبرها يعني بالمعنى الحقيقي مجموعية، تمرين على كتابة الشعر. وكذلك لا أصنفها ضمن ما يعني ما نشر لي، لكن المجموعة التي أعتبرها يعني هي أولى مجموعاتي الشعرية هي ارتجالات الأزرق، وبعدها يعني تتالت المجموعات الشعرية باللغة الكردية والعربية. أنا في مدينتي في الدرباسية في المرحلة الابتدائية كنت تلميذا مجتهدا متفوقا نشيطا، أرسم، أغني، أشارك في العروض المسرحية. 3 سنوات فزت في مجال المسرح متعدد على المواهب يعني والإبداعات منذ الصغر. يعني الآن عندما أنظر إلى التجربة أو أي تجربة أي كاتب، هنالك ملامح يعني تبدأ مع الطفولة بصراحة. يعني الاهتمام بالتشكيل، بالرسم، بطل رواية كأنني لم أكن فنان تشكيلي. هذه الرواية الأخيرة التي صدرت لي في بيروت. هذه الاهتمامات بالشعر والكتابة والمسرح والجانب الأدبي والميل الأدبي
أعتقد أنها تعود بجذورها إلى مرحلة الطفولة، ويبقى الاهتمام والتثقيل والقراءات مبكرا. يعني ودخلت المعترك السياسي وانتسبت لإحدى التيارات السياسية الكردية اليسارية. استفدت من هذه التجربة كثيرا، أفادتني في التعرف على المجتمع، تفاصيل المجتمع، تفاصيل المشاكل، مشاكل الأكراد، مشاكل السوريين. كل هذا استفدت، وأنا الآن يعني أنتقد تلك التجربة السياسية على مستوى المقال، على مستوى الأدب والرواية، وعلى أكثر من منحى. أنا كنت هسأل هذا السؤال فعلا عن انعكاسات هذه التجربة على يعني اتجاهاتك الأدبية أو اتجاهات الكتابة لديك. بكل تأكيد يعني الجانب النقدي من الحياة وتفاصيل هذه الحياة، التفاصيل السياسية، التفاصيل اليومية، و يعني ستنعكس وتتسرب إلى الحراك الكتابي والأدبي، سواء على مستوى الشخصيات أو على مستوى الأحداث أو على مستوى الأفكار. فهذا من طبائع الأمور يعني. لكن انعكاس ذو منحى نقدي، يعني مش يعني فقط يعني تناول الجانب من ناحية السردي أو تسجيلية التاريخي. فقط أو رصد للأحداث، ولكن أيضا يعني تقدم رؤيتك من خلال يعني الحديث عن هذه الأحداث. صحيح هذا ما تقصده يعني؟ طبعا طبعا يعني ذكر الأحداث يبقى يعني الخلفية، لكن في الأساس في العمق هو النفس النقدي، التناول النقدي، وأحيانا بعض التفاصيل الإنسانية، وكيف يعني تأذى المجتمع الكردي أو الإنسان الكردي أو الجانب الإنساني بشكل عام من التنويعات السياسية. هذا حصل في المجتمع الفلسطيني أيضا، وحصل في كل المجتمعات الشرق أوسطية. انعكاسات السياسة على المجتمع والتلف الاجتماعي والثقافي الذي تحدثه الأنظمة الشمولية أو الأحزاب الشمولية في التكوين النفسي للمجتمعات والتكوين النفسي والمعرفي للأفراد. نعم، وأكيد الأديب يعني هو جزء من هذا المجتمع لا ينفصل عنه، ودائما أنا أرى أن كل أديب يعني يكتب جزءا من روحه في كتاباته، يعني لا يمكن أبدا أن ينفصل ما يكتبه الأديب عما يشعر به وعما يعاصره من أحداث. طيب أنا حابة يعني نستمع إلى مقطع شعري من يعني حضرتك، لو تسمعنا ولو مقطع قصير. والله يعني أنا يعني هذا سؤال مفاجئ، أنا لم أحضر نفسي للقراءة هو لاني الشعرية. لاحظت ان يعني ان البدايات كانت مع الاهتمام بالشعر، فيمكن يعني الفضول دفعني الى هذا السؤال. سأحاول قدر استطاعتي، قدر استطاعتي. يعني اذا غير متيسر ممكن نرجئه الى يعني بعد قليل ونستكمل حديثنا. لانه لو انت خبرتيني انه في سياق ال- الحوار انه ممكن ان يكون هنالك قراءات شعريه، لكنت جهزت نصوص معينه تناسب يعني الندوه. انا في تقديري انه أن نستمر في تمام. الحوار آه سيكون يعني افضل واجدى. طيب ربما بوصفك صحفي معروف ولك كثير من المشاركات في الصحافة العالمية والعربية والغربية بالذات أيضا، هل أثرت الثقافة على مشاركاتك الأدبية أم أنهما متكاملان، الصحافة والأدب؟ والله الصحافه تستنزف، هي تفيد، هي تقوي مهارات الكاتب. المقالة الصحفية يعني سواء الثقافية منها أو السياسية. أنا كتبت في النقد السينمائي، لكن لا أزعم أنني ناقد سينمائي. كتبت في النقد التشكيلي، كتبت في النقد الأدبي أيضا. لكن كما يعني ذكرت في البداية أن مصطلح النقد مخيف يعني بالنسبة لي. مسؤولية أدبية وأخلاقية، يمكن أن تسميها رؤى نقدية يعني، أو رؤى انطباعية نقدية. العمل الصحفي يستنزف، يعني يأخذ الجهد والوقت
الجانب الذي استفدت منه هو فيما يتعلق بمهارات الكتابة. مثلا إذا قمت بتوظيف شخصية صحفي في العمل الروائي، فلدي أرضية، يعني لدي سابق دراية فيما يتعلق بفهم شخصية الصحفي، اللغة الصحفية داخل السرد. أو إذا وظفت شخصية شاعر، أيضا لدي يعني بحكم تجربتي الشعرية سابق اطلاع على اللغة الشعرية ومدى يعني ممكن استثمار والاستفادة من اللغة الشعرية في سياق السرد الروائي. كل هذه، وكتبت أيضا في حقل البحوث والدراسات السياسية أيضا. هذا النوع من الكتابة أيضا يعني أكسبني الجدية والتوثيق والتركيز على الجانب المنهجي والمهنية في كتابة البحوث والدراسات. مجمل هذه التفاصيل أعتقد أنها يعني كانت ولم تزل يعني من باب التجريب التي يعني هذه المحاولات ساعدتني أو خصبت هذه التجربة بشكل أو بآخر، وانعكست يعني على المنجز الروائي. أنت عندما تقرأ رواية لهوشام جوسي سترى اللغة الصحفية موجودة في مكان معين، سترى اللغة التنظيرية الفلسفية في مكان آخر. يعني مستويات اللغة، تنوع في مستويات اللغة موجود في كل الأعمال، أو إن 4 أعمال صدرت لي حتى الآن، والعمل الخامس قريبا. هذه التنويعات اللغوية في أو تقنيات السرد من أين أتت؟ أتت من يعني الاشتغال في الصحافة، الاشتغال في البحوث والدراسات السياسية، الاشتغال في النقد التشكيلي، النقد السينمائي. كل هذه التفاصيل انعكست وعبرت عن نفسها بشكل أو بآخر في عالم الرواية، باعتبار عالم الرواية يتسع ويحتمل كل هذه التفاصيل، يحتمل القصة والشعر و ويعني التنظير، حتى التنظير. يعني الرواية بوصفها مرآة أو تعبير عن الحياة، فكل تفاصيل الحياة السياسية والثقافية تعبر عن نفسها أيضا ضمن العمل الروائي. تمام. وأكيد أيضا يعني كان إقامة حضرتك لفترة طويلة في بلجيكا وحصولك على الجنسية البلجيكية ويعني احتكاكك مع الثقافة الغربية وانضمامك إلى نادي القلم البلجيكي، أكيد أن هذا الأمر أيضا كان له دور في التكوين الثقافي لشخصية هشام. بكل تأكيد، بكل تأكيد. هي مش فترة طويلة، هي يعني عقد من الزمن أو عقد ونيف. أنا هنا في بلجيكا، لكن المدن تؤثر في، يعني أنا كائن هش أمام المدن. أنا عندما زرت القاهرة أول مرة انعكس يعني المشهد الاحتكاك مع الناس، مع المجتمع، مع تفاصيل المشهد القاهري، انعكس على نصوصي الشعرية. هذا الديوان الصادر عن بتانة أهديته إلى مقهى زهرة البستان في القاهرة، ومقهى القريون أيضا في قريب من زهرة البستان وقريب من الريش. الرواية الأولى لي وطأة اليقين أهديتها إلى المدينة التي أسكنها، أستاند. يعني تأثير المدن، بصمات المدن فيما يتعلق بالمستوى الوعي، المعرفة، واضح جدا. يعني لا يمكنني أن أنفي تأثير الوطن الجديد. أنا لا أعتبره مهجرا أو شتاتا أو منفى أو كل هذه التسميات والتوصيفات. أعتبر بلجيكا وطنا مضافا إلى أوطاني الكثيرة، يعني كردستان وطني، سوريا وطني، مصر وطني، فلسطين وطني. كل منطقة أزورها أعيش فيها حتى ولو بضعة أيام تتحول إلى وطن. أسعى دائما إلى يعني التعبير عن هذا الوطن أو
هذا الحيز الزمني في ذلك الوطن في كتاباتي. في رواياتي ممكن أن ترين مصر والمغرب وتونس، أماكن لم أزرها. أنا زرت القاهرة وزرت مصر في روايتي الأولى، يعني أدبيا، قبل أن أراها رؤيا العين. زرت مدن كثيرة، أوطان كثيرة في السياق الروائي ضمن السرد الروائي، وزرتها لاحقا، يعني في ورأيتها رؤيا العين بعد حضورها في العمل الروائي. الأعمال الروائية لدي أيضا هي مركبة، هي مزيج من المدن والهويات والثقافات. يعني أنا لست مهووسا بالانحصار يعني ضمن منطقة معينة. يعني أنا مثلا ابن الدرباسية أبقى أكتب عن الدرباسية، ابن المنصورة أبقى أكتب عن المنصورة، ابن القاهرة أو الإسكندرية أو ديار بكر أو القامشلي أبقى أسير ورهين هذه البقعة الجغرافية التي هي عزيزة علي. لكن فيما يتعلق بالموضوع الروائي لا أحسب نفسي ضمن الأمكنة، وأحاول قدر استطاعتي الانتماء إلى الأمكنة التي أزورها. وبالتالي أوطاني كثيرة، يعني منها بلجيكا استفدت منها كثيرا، أضافت لي الكثير، وأنا مدين لبلجيكا بالكثير. هامش الحرية، يعني التواصل مع الكتاب البلجيك، الاطلاع على الفن التشكيلي البلجيكي، الموسيقى البلجيكية بشكل أو بآخر، التواصل ويعني أمسيات أدبية مشتركة. نادي القلم البلجيكي أيضا له فضل علي ضمن التفاصيل. أفضال هذا الوطن علي الذي لا يمكنني أن أنكره على الصعيد الشخصي، على الصعيد الأدبي، على الصعيد يعني الإبداعي. هنالك شخصيات بلجيكية موجودة في رواياتي الأولى والثانية. ويعني كما ذكرت لك، الرواية الأولى أهديتها إلى المدينة، إلى مكان، إلى جزء من هذا الوطن الذي أشعر بأنني أنتمي إليه وأحاول أن أنتمي إليه، يعني ويعرف باسم بلجيكا. طيب، إذا يبدو التمازج الشديد في تكوين الأديب هوشم، لكن هل ترى أن هناك ما زالت فجوة كبيرة بين الأدب العربي والأدب الغربي، بما أنك مطلع على الأدب العربي والكردي والغربي؟ هل هناك ما زالت الفجوة كبيرة؟ يعني مستوى الاطلاع لا أستطيع أن أقول بأنني متبحر أو كذا. يعني مستوى الاطلاع يساعدني أن أبدي، يخولني أن أبدي وجهة نظر معينة في هذا الخصوص. نعم، هنالك فجوة، ويعني الكثير من النقاد والأدباء والدراسات وحتى البحوث في هذا الخصوص أشارت إلى مسألة الفجوة. هنالك يعني عوامل تتعلق بالمجتمعات الأوروبية، وهنالك عوامل أيضا تتعلق بالمجتمعات العربية، وحتى الكتاب العرب الموجودين في الوسط الغربي أو الأوروبي. يعني حزمة كثيرة من العوامل تعاضدت وتشاركت لخلق هذه الفجوة. هنالك محاولات للترجمة، ترجمة أعمال أدبية عربية إلى اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية. لكن في تقديري متى يمكننا أن نقول بأن الأدب العربي حاضر؟ عندما يكون هنالك يعني تأثير للأدباء العرب على الأدباء الأوروبيين، عندما يكون الأدب العربي حاضرا في الصحافة الثقافية بشكل قوي ولافت في المجتمعات الأوروبية. يعني لا يكفي فقط موضوعة الترجمة، أن يكون يعني أن يشتغل النقاد الأوروبيون على هذا الأدب. طبعا حظيت تجربة نجيب محفوظ بجانب مهم في هذا الخصوص، لأنه فاز بجائزة نوبل. لكن الآن إذا أجريت بحثا أو أجريت يعني بهذا الخصوص مدى تأثير نجيب محفوظ وترجمات أدب نجيب محفوظ
على الأدب الفرنسي، على الأدب الإنجليزي، على الأدب الأمريكي. هنا الخلاصات والنتائج إن أعطت يعني خلاصات ونتائج إيجابية، هذا يعني بأنه فعلا مثلما أثر أدباء غربيون في الأدب العربي، أيضا هنالك أدباء شرقيون أو عرب أو من منطقة الشرق الأوسط أثروا في الحراك الثقافي والأدبي والنقدي في الوسط الأوروبي. هذا إحدى هذه إحدى تفاصيل أو ما يمكن أن يعبر عن الفجوة التي أتيت على ذكرها. نعم. وهل يعني وسائل التواصل الاجتماعي حاليا لم تساهم في يعني تذويب المجتمعات المختلفة ونقل الثقافات وتبادلها بين الدول؟ يعني لم تسهم في يعني تقليل هذه الفجوة حتى ولو بقدر ضئيل؟ نعم صح. يعني هنالك فجوات داخلية حتى على مستوى بلدان الشرق الأوسط. في مصر مثلا بين الأقاليم والمركز هنالك مشاكل عالقة. في سوريا هنالك مشاكل. هنالك على المستوى الداخلي المحلي في مجتمعاتنا المشرقية أو الشرق الأوسطية هنالك فجوات. وسائل التواصل الاجتماعي يعني ساهمت بشكل أو بآخر في ردم الهوة، لكن خلقت مشاكل من نوع آخر أيضا انعكست على هذه المجتمعات. في الدائرة الأوسع، الدائرة العالمية التي تحتوي كل هذا المندمج الحضاري أو التواصلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكل تأكيد ساهمت. نحن الآن في هذه الندوة إحدى وسائل التواصل بيننا هي ما افرزته حقبه ادوات التواصل او مواقع التواصل الاجتماعي. بكل تاكيد انا الان في بلجيكا وانتم في مصر او في الكويت وفي مصر، ونتحاور في معنا حول طبعا مشاكل. من دول مختلفة، يعني معنا الحضور من دول مختلفة، معنا ناس من سوريا، معنا التحقت بنا دلوقتي دكتورة درية من لبنان. فيعني كان لهذا الدور يعني لوسائل التواصل الاجتماعي في تذويب المسافات بين المجتمعات، ولكن ليس بالصورة يعني المؤثرة التي المطلوبه نستطيع أن تقول طبعا. أن هذه الفجوة قد أزيلت. ولكن حضرتك يعني من خلال كلامك يعني ترجع سبب الفجوة الكبيرة بين العرب والغرب إلى القصور حركة الترجمة. هل هي يعني من ضمن نعم العوامل نعم. التي تراها؟ هذه احدى الحوامل الاستراتيجيه لهذه الفجوه او الهوه. مساله الترجمه مهمه جدا. اصلا الحضاره العربيه مرحلتان مهمتان مرتا بهما، وساهمت في بروز حركات في الفقه، في الفلسفه، في تيارات دينيه. متى كانت في الحقبه العباسيه وفي الحقبه الفاطميه حركه الترجمه شهدت انتعاشا. هذا الانتعاش من اليونانيه، من السريانيه، من الفارسيه، ومن من الكثير من اللغات في تلك الفتره، ساهمت وعززت واغنت الحضاره العربيه بالجديد من الرؤى الفكريه، الرؤى الفلسفيه. وهذا من جهه. من جهه اخرى التطور في الشعر العربي ايضا كان عن طريق التواصل مع المجتمعات الاخرى. شعراء عرب احتكوا بشكل او باخر بالادب الانجليزي والادب الفرنسي. هذا غير لديهم تصوراتهم الشعريه، واصلوا تلك التغييرات في القصيده العربيه. على مستوى الروايه ايضا كمنجز، الروايه كجنس ادبي، هذا ايضا اتى من الغرب. وعمليه التواصل سواء عن طريق بشكل فردي او عن طريق الترجمات اغنى واثرى الثقافه العربيه. كيف يمكن للثقافه العربيه ان ان تؤثر
طبعا عندما أتحدث عن الثقافة العربية لا أتحدث عن التاريخ وقصص وألف ليلة وليلة وكل هذه لا، الثقافة نحن نريد العربية راعية الأدب الحالي العربي. نعم حاليا. راعية. هل يعني تفضلي. يعني فعلا هو حضرتك أشرت إن كان في فترة زمنية ما، يعني الثقافة العربية لها دورها وحضورها، وحركة الترجمة كان لها دورها وحضورها. لكن يعني هل الثقافة العربية أو الأدب الحالي يعني له شكله وهويته الخاصة اللي تسمح له بأن يكون له هذا الدور المؤثر في الآخر؟ يعني دائما نحن الآن نترجم أعمال الآخر ونتلقى ثقافة الآخر. هل إحنا يعني حضرتك ترى أن إحنا يعني في المكانة التي تسمح لنا أن نكون مؤثرين أيضا في الآخر؟ يعني نحاول، ينبغي أن نحاول. يعني هذا الكم الهائل من الإصدارات الروائية، هذه الروايات التي تفوز بالجوائز الأدبية، يعني تعالي ويعني لنقص معا عدد الأفلام السينمائية التي مأخوذة من روايات حصلت على جوائز في العالم العربي. يعني كم يعني سابقا السينما العربية كانت يعني ترتكز في جانب كبير على الإصدارات الروائية أو القصصية العربية. الآن لنقص هذا التفصيل، هل نحن جاهزين أم لا؟ السينما العربية إلى أي مدى يعني تستند حاليا في قصصها وفي على الثقافة العالمية، الإصدارات الإصدارات الأدبية العالمية. العربية، مش العالمية، العربية. هذا من جهة. الإصدارات العربية المترجمة لنفترض يعني إلى اللغات، إلى الإنجليزية، السينما العالمية، يعني عملية التسويق لهذه الإصدارات هل يعني أغرت صناع السينما في العالم أن يستفيدوا من هذه الأعمال الأدبية العربية وتتحول إلى أفلام سينمائية؟ أنا لست يعني بذلك القدر من التفاؤل، لكن لست متشائما أيضا. هنالك أعمال تستحق الاهتمام، هنالك تجارب إبداعية عربية وكردية وحتى يعني شرق أوسطية لنوسع الدائرة أكثر. يعني المجتمع الشرق الأوسطي بتنوعه، بثرائه الحضاري، بثرائه الثقافي والإبداعي يمكن أن يكون له حضور قوي وفاعل في الثقافة العالمية على مستوى السينما، على مستوى الاتجاهات النقدية، على مستوى حركة الترجمة، أن نغري حركة الترجمة في ألمانيا وفي بلجيكا وفي فرنسا بالتوجه نحو الترجمة وبالفعل هو للمبدعين العرب يعني شعرا بعض ودوليا. الروائيين، هناك بعض من الروائيين العرب يعني وصلوا إلى ذلك. يعني مثلا إبراهيم الكوني من الروائيين العرب اللي يعني احتفى بهم النقد الغربي، ولكن ما تزال يعني المسألة فعلا ليست بنفس القدر اللي يعني تلقينا فيه التأثير من الآخر. شوفي، لنعد إلى مسألة الترجمة يعني مسألة القياسات. هنالك بعض الإحصائيات تقول أنه حجم ما تترجمه إسبانيا في السنة الواحدة. إسبانيا وهي ليست دولة يعني غنية كألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا، حجم الترجمات في إسبانيا يعني ربما يعني على مستوى عقود، على مدى امتداد عقود الترجمات التي حدثت في البلدان العربية. الاحتفاء بالكاتب العربي أو بالكاتب الشرق أوسطي أو المشرقي حتى الآن على المستوى الفردي، يعني محمود درويش، أدونيس، نجيب محفوظ وكتاب آخرين. لكن هذا الكم هل يعني يمكن التأسيس عليه لتوسيع الدائرة؟ نعم يمكن التأسيس عليه. هذا الكم هل يكفي؟ هل يعبر عن حجم الإنتاج الثقافي والإبداعي في العالم العربي؟ طبعا لا. هنالك أيضا يعني مواهب واعدة وجادة ومهمة تأثرت بالجيل القديم وتحاول التأسيس أو البناء على ما كتبوه. هذا الجانب الإبداعي للجيل الشاب الذي سيكون مستقبل هذه البلاد
هو الذي ما زال يعني لا يحظى بالدعم والاهتمام سواء على مستوى البلدان العربية، فما بالك في البلدان الغربية. الكثير من المواهب في البلدان العربية عندما تتجه إلى الغرب يحظى، يعني يلتفت الغرب إلى هذه المواهب ويهتم بها أضعاف يعني كان في بلده يحظى بالتجاهل أو الإهمال، لكنه حظي بالاهتمام، وانتبه الغرب أو البلدان الغربية إلى موهبته، إلى جديته في الكتابة. هذا حصل يعني بصرف النظر عن الذكر أو إعطاء أمثلة في هذا الخصوص. هنالك مشكلة في هذا الخصوص، وبالدرجة الأولى ينبغي أن نلتفت إلى أنفسنا يعني. ويعني تحضرني هنا مقولة منسوبة للإمام الشافعي، يعني نعيب زماننا والعيب فينا، يعني شيء يشبه هل التوصيف هذا، أنه نحن أيضا نتحمل المسؤولية الكبرى في الهوة أو الفجوة التي أتيتم على ذكرها. هي فعلا قضية هامة، ويمكن لو استفدنا فيها الحديث هيجرنا يعني يمكن ممكن أيضا ناخد بعض الأسئلة من الحضور. أستاذ رضا متابع البث معنا على الصفحة، لو يعني لدينا بعض الأسئلة على البث المباشر، ولكن من يريد من أصدقائنا المتواجدين حاليا عمل مداخلة فليتقدم برفع يده، وأيضا نأخذ مداخلات أيضا من على الصفحة. سؤال من الأستاذة زينة عبد الرحمن تقول لك: بما أن البداية كانت في كتابة الشعر، فهل انعكس ذلك على السرد والرواية بصفة خاصة؟ وبالفعل نريد أن نستمع إلى قصيدة لك. بكل تأكيد يعني كان هنالك انعكاس، لكن في ملتقى الرواية للقاهرة 2019، عفوا لا، في ملتقى الرواية في فلسطين في 2019 كان هنالك ندوة حول موضوع زمن الشعر والآن زمن الرواية. هل القصص المتداولة في الصحافة الثقافية يعني الحراك النقدي في الأوساط العربية؟ أنا ضد هذه المقولة. يعني زمن الشعر يعني منذ بدء الشعر وحتى يعني قيام الساعة دائما الشعر ينبغي أو سيبقى مش ينبغي، سيبقى حاضرا بقوة. طبعا لأنه البداية كانت بالشعر، حتى يعني فترة الطفولة عندما كنت عريفا أقدم الفقرات في المهرجانات الطلبة، وكنت أقرأ قصائد لا أفهم معناها، أقرأ قصائد عامودية تقليدية لا أفهم معناها. طفل يعني في الخامسة أو السادسة من عمره، يعني كيف يعني سيفهم ما يقوله عمر أبو الريشة أو أبي تمام، أو يعني مقاطع الشعرية كنت أحفظها وأقرأها. في مسألة العلاقة مع الشعر تعززت باللغتين، في الكردية والعربية، في مرحلة الصبا والشباب والحراك اليساري والسياسي وكل هالتفاصيل. في هذه الرواية وهي روايتي الثانية حاولت يعني معارضة مقولة أنه الزمن الشعر والآن زمن الرواية. هنالك 3 شخصيات في هذه الرواية شعراء، وهنالك نصوص شعرية ليس مدغمة أو يعني نصوص كنصوص، لكن السرد هو السرد، يعني السرد الروائي مطعم إلى حد بسيط يعني بلغة الشعر، لكن لست ميالا إلى أن يكون هنالك سطوة للغة الشعر على السرد. هنالك يعني الحد الفاصل ما بين الشعر وما بين السرد في تقديري بإمكاني التحكم به ضمن العمل الروائي. أنا بصراحة يعني لم أكن جاهزا للقراءات الشعرية، وإلا كنت حضرت الخصوص في عدد الخصوص. إجمالا
إجمالا العمل الإبداعي الروائي كما ذكرت يحتمل، لكن ينبغي أن تكون البوصلة واضحة، الشعر شعر والسرد سرد، ويعني هنالك منزلة بين المنزلتين، يعني ممكن، لكن ليس في الشعر، إنما في العمل الروائي هذه المنزلة التي بين منزلتين ينبغي أن لا تزداد مساحتها على حساب الرواية، وإلا التبس الأمر على القارئ، يعني هل يقرأ لكن عملا هو شعريا أم عملا روائيا؟ لابد بالضرورة أن كون حضرتك شاعر أن تظهر هذه المسحة الشعرية، يعني في لغة السرد، حتى يعني أكيد لها تأثيرها حتى على تقنية اللغة ذاتها وعلى اختياراتها. بكل تأكيد هذا لا يمكنني، يعني أنا مهما ضبطت نفسي في هذا الخصوص، يعني الشعر سيحاول التعبير عن نفسه بطريقة أو بأخرى، أو يحاول اختراق السرد، لكن أحاول قدر المستطاع أن ألجم هذا الجموح الشعري بحيث لا يعني يطغى على العمل الروائي، لأنه يعني شعرنة السرد في الرواية ينبغي أو يفترض أن يكون مضبوطا بمكيال أو بمعيار معين، بحيث يعني لا تنفلت الأمور ولا يصبح القارئ أو الناقد أمام التباس أهو بصدد عمل شعري أم عمل روائي يعني. فهذا الانعكاس نعم يعني عبر عن نفسه بشكل أو بآخر، ربما كان يعني انعكاسا قويا في العمل الروائي، يعني الأول وطأة اليقين، محنة السؤال والشهوة الخيال، لكن انتبهت لمحاذير طغيان الشعر على السرد، وصرت ميالا إلى طبعا مع هذا احتراما للشعر واحتراما للرواية، أن يكون هنالك شيء من التناغم، بحيث لأنه الشعر جامح، ويعني إن أفردت له، أن أطلقت له العنان سيسطو على السرد ويبتلعه، وأحاول قدر المستطاع أن أكون سائسا يجيد قيادة خيول الشعر في النص الروائي بشكل يعني أزعم أنه مضبوط بقدر معين. طبعا كلام حضرتك بيقودني إلى العديد من الأسئلة، ولكن يعني أنا لا أريد أن أنفرد لوحدي، فيعني أنا استشفيت أن حضرتك تشعر أن سطوة الشعر يعني هي لها اليد العليا يعني. بكل تأكيد، لأنه مش أنا اللي بقول، يعني إذا عدت للحضارة الإغريقية للزمن الإغريق، يعني أرسطو عندما كتب فن الشعر يعني، وكان هنالك المسرح يعني، لكنه كتب في الشعر، خصص الشعر له حضور حتى في يعني في الكتب المقدسة، يعني صحيح أن القرآن الكريم نهى عن الشعر، لكن النص الرحماني الإلهي لم يستطع إزالة الشعر من الثقافة حتى الإسلامية، نشيد الإنشاد موجود في الإنجيل. إذا الشعر له حضوره القوي والفاعل والمؤثر، سواء في النصوص المقدسة، في النصوص التاريخية، الملاحم، ملحمات جلجامش، التاريخ يعني الشحنامة، الفردوسي. الشعر أثر على المسرح وأثر على الرواية بشكل أو بآخر، لكن يعني شيء يشبه يعني ضبط الشخصيات ضمن تكوين الكاتب، يعني مش تتمازج الشخصيات كلها أو تسطو شخصية على أخرى، شخصية الشاعر، شخصية الصحفي، شخصية الباحث في القضايا السياسية، وشخصية الروائي، كل هذه الشخصيات تجتمع يعني في تكوين معين، لكن أثناء الكتابة أحاول أن يكون يعني أن لا يغالي يعني في الشعر قدر المستطاع، يعني لا أميل إلى السرد كثيرا في الشعر، لأنه سيتحول الشعر إلى سرد، وفي السرد لا أميل كثيرا إلى طغيان الشعر، لأنه سيتحول إلى شعر، وأنا بصدد عمل
روائي بصدد قصة لها هذا العمل الروائي له معاييره، له بناء، له أسسه. وبالتالي احتراما للشعر وتقديرا للرواية، أحاول أن تكون الحدود واضحة، حتى ولو ضمن النص الروائي أن يكون هنالك عدم هذا التمازج المفرط ما بين الجنسين الأدبيين. طيب ناخد مداخلة من أستاذة فدوى رفع ايديها. أستاذة فدوى اتفضلي. مساء الخير، يسعد مساكم جميعا. يسعد مساك شاعرنا وكاتبنا، وفرصة سعيدة يعني إن نشوفك صراحة. اللي بدي يعني أسأله إنه لو إحنا يعني بدنا نقرأ رواياتك، وإن شاء الله إنها تكون متاحة وإحنا نقرأها ونعرف المزيد عنك، هويتك من خلال الكتابة أو من خلال رواياتك. يعني أنا لما بدي أقرأ بدي أطلع عنك بانطباع. أنا بدي أحكي إنك مثلا كاتب وروائي سياسي، اجتماعي، رومانسي. بدي أعرف شو الطابع بالضبط، شو طابع الكتابات أو الروايات تبعتك يعني بعد إذنك. سؤال حلو، شكرا كثير. أنا هويتي مركبة، يعني أنا شخص كردي، ثقافتي كردية وعربية، وأضيفت إليها الثقافة البلجيكية مؤخرا وبنسب معينة. ويعني في وعي وفي تجربتي الشخصية هنالك حضور للفلسطيني، يعني في روايتي الأولى وفي روايتي الثانية وفي روايتي الثالثة. الأفغاني سماوات قلقة، حفلة أوهام مفتوحة، الشخصية الفلسطينية موجودة وحاضرة وفاعلة ضمن الفضاءات العمل الروائي. أنا لست سياسيا. السياسي عنده شوي يعني الكلام الدبلوماسي، أو بيعرف يعني يلتف حول بعض القضايا أو بعض الأمور. فيما يتعلق بالرأي النقدي، أحاول قدر استطاعتي أن أكون صريحا، أن أنحاز إلى القيم الثقافية والقيم الأخلاقية في التعبير عن الرأي. والسياسي يفضل توازنات والمصالح وشبكة العلاقات في هذا الخصوص. وأحيانا آرائي فيما يتعلق حتى مش بس في السياسة، فيما يتعلق بالثقافة، يعني تجر علي الكثير من المشاكل، لما يعني في هذه الآراء من وضوح وصراحة في الكثير من القضايا والرؤى. أنا شاعر وروائي وبس، يعني لا أستطيع أن أقدم نفسي أكثر. يعني العمل الروائي عندما تقرأينه بإمكانك أن تصنفينه إنه يميل إلى السياسة، يميل إلى الاجتماع، يميل إلى الرومانسية. وفي تقديري أنه الحياة التي فيها كل هذه التفاصيل، حاولت في أعمالي الروائية أن تعكس كل هذه التفاصيل. أن يكون هنالك سياسة، أن يكون هنالك قصص حب، أن يكون هنالك خيبات وخيانات، أن يكون هنالك كل التفاصيل التي نعيشها في الحياة ومررنا بها جميعا ضمن هذه الأعمال الروائية. كيف تصنف هذه الأعمال الروائية في أي اتجاه، في أي إطار، في أي سياق؟ كما ذكرت في البداية، أنا لست ناقدا حتى أصنف أعمالي، هذا متروك يعني للقراء وللنقاد الأفاضل. طيب قبل أن نتواصل مع مداخلات الأصدقاء وهنا وعلى البث المباشر، نريد أن نسألك عن جائزة قطارة للرواية العربية. حدثنا عن ظروف الفوز بها. ظروف الفوز كانت أنا كنت أبحث عن ناشر، وأرسلت هذه الرواية إلى يعني تعتبر من الروايات يعني الكبيرة، يعني 380 صفحة تقريبا. كنت أبحث عن ناشر. راسلت الكثير من دور النشر، لأنه هي روايتي الأولى. الكل يعتذر أو أغلبهم اعتذر. قسم بده فلوس، بده مصاري لحتى ينشر، وأنا ما عندي فلوس. يعني أنا ما أعيش في أوروبا، لكن يعني لا أستطيع أن أصرف على كتاب. يعني
يعني بعد 10-15 سنة جهد في الكتابة آتي وأدفع فلوس على رواية؟ ما يعني توقفت عن هذا الموضوع. فأرسلت إلى كتارا الرواية كمخطوط يعني، لأنه في فئة الروايات المنشورة وفئة الروايات غير المنشورة. فجأة أتاني إيميل من دار سؤال في بيروت يقولون أنه سننشر هذه الرواية وعلى حسابنا الخاص وكذا وكذا، ولجنة القراءة أعجبت بالرواية. وأنا سرت صار لي مش بس جناحين، 100 جناح يعني. فراسلت كتارا وقلت لهم أنه أنا أسحب المخطوط واعتذروا وما بدي أشارك يعني. لكن الناشر بعد صدور الرواية، الناشر نفسه وعلى نفقته من بيروت أرسل الرواية إلى الدوحة، وهم عبوا يعني ملأوا الاستمارة الإلكترونية. كل هذه التفاصيل مشكورين. الناشر يعني أستاذي وصديقي العزيز وناشري يعني إيهاب شاهين هو الذي تكفل بكل هذه التفاصيل. وبعد مرور أشهر طبعا أبلغني بهذا الأمر، وأنا سررت بعد مضي أشهر، وإذ بمؤسسة كتارا تتصل وتقول أنه أنت تأهلت إلى المرحلة الثانية، ثم اتصلوا إلى المرحلة الثالثة، ثم سألوني عن الباسبور والتفاصيل. وكنت من الخمسة الفائزين في تلك الدورة 2017. تفاصيل أخرى بعدين يعني بعد ذلك عرفت أن لجنة التحكيم من تتكون يعني كان ضمنها نقاد مصريين، ولجنة التحكيم الأولى المبدئية كان فيها يعني الناقدة الأستاذة الدكتورة نانسي إبراهيم، هي التي انتقت. طبعا أنا ما كنت بعرفها يعني لا بشكل شخصي ولا على السوشيال ميديا. فيما بعد يعني عرفت هذه التفاصيل، وهي التي انتقت هذا العمل بحكم أنها ناقدة شابة يعني تعرف مستويات التجريب في العمل الروائي. لو ربما يعني ناقد تقليدي من المحكمين ربما يعني ألقى بهذه الرواية في يعني جانبا وقال إنه ما هذا الكلام. هي التي رشحت هذا العمل كالمرحلة الأولى للتقييم. الناقدة كمان سيدة فاضلة وناقدة وأستاذة أردنية دكتورة مريم جبر، هي التي قرأت تقرير نانسي إبراهيم وأعادت قراءة الرواية وصادقت على التقرير أنه هذه الرواية تستحق المنافسة وإلى المستوى الآخر. وبعدين ظهرت النتيجة وفازت الرواية بجائزة كتارا. هذه الجائزة جرت علي مشاكل بصراحة يعني. ومن كاتب مصري هنا يعيش في بلجيكا هاجمني دون أن يذكر اسمي على أنه لجنة التحكيم فيها يعني شخص كردي وهو الذي منحني ولجنة التحكيم تتألف من يمكن أكثر من 24-25 شخص، ولكن حدث ما حدث وهاجمني وشتمني يعني. وفي يعني الجائزة مسؤولية، ويعني تجر على المرء كثير من القيل والقال والمشاكل وأحيانا الظلم والبهتان أيضا. وطبعا الحديث حضرتك ممتع وشيق، يعني بيوحي لي بكثير من الأسئلة فيما يتعلق بجانب النقد والجوائز، ولكن طبعا نريد أن نأخذ مداخلات الحضور. فعندنا أستاذة حورية كانت رافعة إيديها وكاتبة على الشات سؤال. تفضلي أستاذة حورية بتقديم سؤال حضرتك، كان خاص بالترجمة. تفضلي. مساء الخير. اسمي حورية الأرياني من اليمن، كاتبة. صدرت لي روايتان في العام الماضي بعنوان خضراء، لذلك كان سؤالي للأستاذ عن ما واجهه من صعوبات في الرواية الأولى، وما هي أسباب كتابته للرواية الأولى. لكن هو أجاب على نصف السؤال في آخر سؤال الأستاذ يونس، فأتمنى أن يجيبني على بقية السؤال. شكرا. التوجه وحضرتك كنت سألت أيضا عن الأعمال،
كيف تختار الأعمال للترجمة، وهل هي مسؤولية نعم دار النشر أم الكاتب؟ نعم تمام. بالنسبة للتوجه للعمل الروائي، أنا حاولت في 2005 لما كنت في دمشق، أعيش في دمشق، عشت في دمشق تقريبا عقد ونيف. حاولت أن أكتب عمل روائي كنوع من التجريب، يعني لأنه واحد كتب شعر، كتب مقال، كتب قصة، فيتجه للكتابة الروائية. كتبت يعني عمل وتركت يعني بضعة آلاف من الكلمات. عندما غادرت سوريا مكره نتيجة الملاحقة الأمنية على خلفية كتاباتي ومقالاتي الناقدة لنظام الأسد ومقالاتي السياسية في الصحافة العربية، في صحيفة الحياة، في صحيفة المستقبل، تعرضت للملاحقة والمضايقة الأمنية والتهديدات الأمنية. غادرت البلاد، أتيت إلى تركيا. هناك من تركيا إلى جزيرة خيوس اليونانية، بقيت في الجزيرة 45 يوم، ثم أعيد ترحيلنا إلى تركيا. وقت ذاك أيضا كتبت عمل روائي، هي نفسها يعني رواية الأفغاني سماوات قلقة، لكن هذا العمل الروائي ضمن أرشيفي كمخطوط ضاع في اليونان. عندما أعدت يعني محاولة السفر من تركيا إلى اليونان مرة أخرى، ضاع الأرشيف، وأعادت كتابة هذه الرواية في 2019 بعد مضي 10 سنوات، من 2009 ل 2019. بعد مضي 10 طبعا أضفت يعني الرواية كانت محفوظة في ذاكرتي، أضفت إليها بعض القصص والتفاصيل الأخرى، وصدرت عن دار خطوط والظلال. كتابة الرواية بشكل أو بآخر جهد، معاناة، لكن أنا لست من الناس اللي يعني علاقتي مع أبطالي وشخصيات الرواية علاقة مؤقتة. لست مش قضية أنه تتلبسوا للشخصية وتعيشوا معايا وين ما بروح وين ما بجي، لا، علاقة مؤقتة كعلاقة أي موظف أو عامل بعقد مؤقت. يعني ما عنديش هالخزعبلات الكتاب ويبقى يسهر الليالي وعيونه بتدمع والتفاصيل ما عندي، لا. هنالك قصة، هنالك استراتيجية للكتابة، هنالك جهد معين، التفاعل والتأثر أو التواصل مع الشخصيات الروائية في لحظتها، في لحظة الكتابة. خارج لحظة الكتابة قصص أخرى، وأعود إلى حياتي الطبيعية، التواصل مع الناس، وكأنه لست ذلك الإنسان الذي كتب هذا العمل. أحيانا يمر أسبوع ولا أكتب سطرا، أحيانا شهر شهرين ولا أضيف إلى الرواية 100 كلمة يعني، وأحيانا أكتب بغزارة. الرواية لست من الناس اللي يعني يمتدحون أنه هذه الرواية أخذت من عمري 7 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات. لا، مش أنا بالنسبة لي يعني مش لست من هؤلاء الناس. يعني الزمن المستغرق في كتابة الرواية لا ينزعها ولا يعني يعصمها عن الخطأ، أو لا، ليس يعني هذا الزمن 10 سنوات في كتابة رواية، يعني أعتبره يعني إفراطا في هذا الخصوص. هذا ليس كالاستعجال في الكتابة. أحيانا الروايات التي تكتب في فترة زمنية قصيرة تكون بجودة، يعني من الجودة بمكان أفضل من الروايات التي يستغرق المرء في كتابتها سنوات. وأحيانا يعني العكس أيضا، هنالك روائيون أو روائيات استغرق عملهم كتابتهم لأعمالهم الروائية سنوات، وبالفعل تحفة ظهرت إلى القراء إلى النور كتحفة. أنا كشخص أقول عن تجربتي لا أميل إلى الفزلكات وخزعبلات الكتاب يعني الحديث عن الفترات الزمنية الطويلة التي استغرقتها كتابة
رواياتهم، وسهر الليالي والدراما والقصص هي كلياتها. من يقرأني سيعرف يعني هنالك جهد، هنالك معاناة، هنالك شيء يشبه الاجتهاد والتوثيق وتقديم، محاولة تقديم سردية تشكك في السردية التاريخية. لا أقدم أعمالا تاريخية لكنني أتحدث عن التاريخ وأشكك فيه. لا أقدم أعمالا بوليسية لكن هنالك هامش للجريمة والتشويق في أعمالي. لا أقدم أعمالا رومانسية لكن هنالك قصص حب ضمن هذه الأعمال. فهذا أحاول قدر الاستطاعة أن يكون يعني متصالح مع هذه الحياة، منسجم معها في أعمالي الروائية. وهذا يعني خط استراتيجي اتخذته لنفسي. يعني في رواية الأفغاني سنوات قلقة عدت أو حاولت العودة إلى منطقة شبه عمياء في التاريخ الإسلامي، هي معركة النهروان التي جرت بين علي بن أبي طالب والمنشقين عنه وكيف أبادهم. طبعا السردية الشيعية والسردية السنية تشيطن هؤلاء الضحايا. أنا حاولت أن أقرأ الموضوع من زاوية أخرى. طبعا هي ليست رواية تاريخية لكن فيها جزء من التاريخ. هي رواية مزيج من المعاصرة والتاريخ، هذا التداخل بحيث يعني يكون هنالك تناغم ما بين، لكن في المناطق التي أزعم بأنها مناطق عمياء وغير مطروقة في الرواية العربية. في وطأة اليقين الرواية الأولى تحدث عن زراعة الأعضاء أو التجار بالأعضاء، أعضاء معارض سوري تستأصل تحت التعذيب في سجون الأسد وتصدر إلى بلجيكا. وهذه الأعضاء عندما تزرع في جسد أناس أوروبيين، شخصيات غربية، كيف تؤثر فيهم تلك الأعضاء الحية، فيها جزء من روح صاحبها. تلك الروح القليلة كيف أثرت وغيرت في كيمياء فتاة ألمانية وشاب إيطالي وشاب من الكونغو، رجل من الكونغو. هذا كان ضمن عملي الأول. كل هذه التفاصيل في تقديري يعني آلمتني، لكن الألم ينبغي أن لا أكون أسير عمل روائي معين، أسير شخصية معينة، وبالتالي سأبقى أكرر نفسي. يعني إن بقيت رهين منطقة معينة أو مساحة معينة أو طريقة معينة في الكتابة. جميل جميل. وكل ما كانت الفكرة قوية كل ما كانت فترة كتابتها أقل. حسب الاستراتيجية التي يحددها الكاتب لنفسه. الفكرة هي يعني أساس لأي عمل. الفكرة هي إنجاز التعبير، يعني هي البويضة الملقحة التي يبنى، يعني الانقسام الخلوي يبنى عليها ويتشكل الجنين حتى يأخذ شكله ويظهر إلى النور ويكبر. يعني طبعا العمل الروائي أيضا، يعني إذا أحيانا بعض الأعمال الروائية تموت بسرعة وهي مهمة، لأنه لا تحظى بالنقد، لأنه لا تحظى بالترجمة، لا تحظى بالاهتمام. وأحيانا أعمال عادية جدا ودون المستوى وركيكة وربما تكون مختلسة وفيها ما فيها من العيوب تحظى بالتطبيل والتزمير والترويج وتأخذ وتسطو حتى على أعمال أخرى يعني أفضل وأقوى من على مستوى الفكرة. مع الأسف نعم. ترجمة. طيب الأستاذ زين ممدوح لديه سؤال. أستاذ زين ممدوح موجود؟ أستاذ زين السلام عليكم أستاذ رضا، وحي الميشنج وعلى الأمسية الجميلة ديت. وأنا سؤالي سألته على صفحة السردون الغردون، وهو عبارة عن منذ أن راودتك فكرة كتابة الرواية كم من الوقت استغرق
حتى أن رأيت مولودك الأول أستاذ هشام. شكرا أستاذ رضا. أنا دائما يعني أؤرخ لحظة كتابة الجملة الأولى، الجملة المفتاحية لأي عمل روائي هي جملة مهمة. السادة النقاد يعرفون ذلك، يعني الكلمة الأولى، العبارة الأولى لأي عمل روائي أو أي عمل قصصي يعني استراتيجية كثير مهمة. فلحظة كتابة العبارة الأولى أؤرخ متى بدأت هذه الرواية، وعندما أنتهي منها أيضا أؤرخ. والموجود بين دفتي الكتاب هو ما كتبته بين هذين التاريخين في كل عمل روائي. في أعمالي الأربعة المنشورة مثلا هنا في وطأة اليقين مذكور في نهاية الرواية أنه بدأت الكتابة في 1 نوفمبر 2015 وانتهيت يعني في 5/4/2016. طبعا هذا ليس كتابة متواصلة، كما ذكرت أحيانا تمر أشهر يعني لا أكتب حرفا، يكون في نوع من ال لا أقول استعصاء، لا أعلم، يعني يتعلق بكيمياء الكتابة. في الأعمال الأخرى أيضا دائما يعني في الصفحة الأخيرة عندما تنتهي الرواية مذكور تاريخ بدايتها ونهايتها. الفترة الزمنية قد تكون 7 أشهر، 8 أشهر، سنة، سنتان، لكن ليس يعني هذا الزمن ليس هو يعني كل يعني استغرق مني كل كتابة يعني كتب بشكل متواصل، لا مش هيك يعني. في هذه الفترة الزمنية ربما الفترة الحقيقية في كتابة الرواية ربما 5 أشهر أو 3 أو 4 أشهر، لكن الانقطاعات منذ البداية وحتى النهاية مع الانقطاعات والفواصل الزمنية أقول أنها بدأت بالكتابة في التاريخ كذا وانتهيت في التاريخ كذا، وما بين هذا التاريخين ليس هو الزمن الحقيقي، إنما هو الزمن الجامع لكل يعني العودة للكتابة والتوقف، العودة والتوقف، المراجعة، التدقيق، كل هذه التفاصيل. دائما أوثق في القصائد، أوثق يعني أكتب قصيدة على متن القطار، أكتب على متن القطار وبتاريخ كذا. في الطيارة من بروكسل إلى القاهرة أكتب في الطيارة من بروكسل إلى القاهرة. في الطائرة من القاهرة إلى بروكسل أو في المطار. دائما أوثق في عمليات الكتابة، بخاصة يعني الشعر والرواية. طيب تابعت أنا بشكل شخصي السجالات التي دارت بينك وبين طارق إمام صاحب ماكيت القاهرة، فهل توجد لنا هذه السجالات؟ والله يعني أنا ليس بيني وبين هذا الرجل شيء، بالعكس تماما يعني، وقد أوضحت ذلك في فيديوهات وفي مقالات وفي تفاصيل. أنا كتبت رأيي في هذا الخصوص أنه يعني شيء من المبالغة، يعني شيء ما في حاجة غلط في الموضوع. وقرأت العمل وأنا أقرأ ببطء وبتركيز، ولأنه يعني راعني ما رأيت، يعني حجم الاختلاسات. والاختلاس ليس سبة، يعني ليس الأستاذة جيهان تعرف أنه الاختلاس الأدبي يدرس يعني في عمليات النقدية، ليست شتيمة أو سبة أو ما إلى ذلك. هو لم يعترف حتى بالتناص. عندما يعترف بالتناص هذا يعني أنه بالفعل شاهد الفيلم الوثائقي وشاهد اللوحة البلجيكية وقرأ عن الرسام الشوارع البريطاني وكل مصادر الاختلاس التي ذكرتها في المقالات ووثقتها. إذا اعترف بالتناص هذا يعني أنه مطلع وعاد استثمار واستفاد من مجمل هذه القراءة. هو لم يعترف وكل ما في تلك الرواية هو من صلب خياله
وهذا يعني حاول نقاد أن يقدمون له العون في هذا الخصوص فيما يتعلق بجزئية التناص، لكنه أصلا لم يعترف بالتناص. يا ريت يعني لو كان وفر بالتناص. طبعا شتمني بطريقة قرأتموها طبعا من الذي يشتم؟ ما يعني من ضعيف الحجة هو الذي يشتم يعني بشتائم لا يعني ويعني أنا رديت، لم أرد عليه بالمثل بالشتائم، رديت عليه بالمنطق وقصة الأرجنتيني الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. يعني مطلع الرواية، مدخل الرواية، وقصة الكاتب الأرجنتيني تبع متحف الكلمة واضحة يعني في مستويات الاختيار. طبعا هو لجأ إلى فبركة السكرين وكل هذه التفاصيل الرأي العام المصري والعربي اطلع عليها. لمزيد من التفاصيل يعني رئيس لجنة التحكيم الأستاذ شكري المبكوت يعني طالبني بنشر الدراسة، وأنا لم أرسلها له بصراحة، وسجل المراسلات بيننا موثق. الأستاذة فيما بعد الأستاذة إيمان حميدان قالت لي لماذا لم ترسل لنا، وأنا لم أرسل لأحد أبدا. يعني أنا لم أرسل لأشخاص معنيين لهم علاقة بلجنة التحكيم احتراما لو كانت لدي تلك الراسل المنسقة فلور، يعني منسقة جائزة البوكر، لا أرسلت لها الدراسة بما تحتويه من توثيق وروابط وكل التفاصيل. يا رجل حتى على مستوى الغلاف، ارجع إلى غلاف الفيلم، لنفترض أنها مدينة اللي عرضه نتفليكس، وغلاف الرواية حتى على مستوى الألوان، الألوان أنا أعلم، وكل الذين تعاملوا مع منشورات المتوسط يعلمون أن الرواية تنام يعني في منشورات المتوسط سنة ونصف وسنتين. هذه الرواية بالذات يعني تم التركيز بسرعة، صدرت قبل أن يقفل باب الترشح لجائزة البوكر ب15 يوم. يعني كان هنالك تعويل حتى من الناشر يعني على هذه الرواية، ولكن ليست مشكلتي. يعني هم فضلوا رواية الكاتب الليبي ليس بناء على دراستي أو مقالتي النقدية في هذه الرواية، هو عمله الليلة وحشد من حوالي الكثير، وصاروا يستهدفونني، وناس لم يقرأوا لي وآخرين، لكن الحقيقة ستظهر يعني حتى ولو بعد مرور قرن، مثل كل الحقائق التي أحيانا يتم التعمية. ما علمه أنه تواصلوا كثيرا مع كتاب ومن نقاد، وطلبوا من نقاد أن يكتبوا على هذه، ويعني وحملوها قضية أمن وطني، أمن قومي، وتحشيد والده للأسف الشديد يعني في تحقيق صحفي يعني ذكر يعني معلومات مش صحيحة عني، مش صحيحة. يعني الكردي الذي طرد من بلدي، أنا لم أطرد من بلدي. هذا كلامه قاله الأستاذ سيد الإمام وآلمني وأسف، يعني أنا متأسف على هذا الكلام. أنا لم أقل شيئا، أنا قلت يعني هنالك كمية من الاختلاسات، وذكرت نسبة الجهد الشخصي لطارق الإمام، لكنه رد بشتائم كبيرة. سؤال يطرح نفسه، وأنا لحد الآن يعني لا أعلم، ربما أنت تساعدني بهذا الخصوص، وهل ترجمت هذه الرواية الإنجليزية؟ وأنا أعلم أنه يعني يحمل الإجازة في اللغة الإنجليزية، ووالده مترجم للغة الإنجليزية، ولديه شبكة من العلاقات. هل ترجمت هذه الرواية إلى الإنجليزية لكي تطلع الكاتبة الأمريكية على هذا النص؟ وفي حال ترجمت الرواية إلى اللغة الإنجليزية، هل النص الإنجليزي المترجم أمين ومنصف ومخلص للنص العربي؟ لو قرأ المعنيون أو بقصة الكاتب الأرجنتيني والكاتب الأمريكي النص الإنجليزي المترجم بحرفية وبأمانة، لعرفوا هم أيضا أماكن ومكامن
الاختلاس في هذا العمل. يمكن يعني أنا ليست لدي أي يعني قصة شخصية مع هذا الرجل أبدا، وكان يعني موجود على الفيسبوك، ويعني أرسل لي طلبات صداقة وكلها اتفق، وبل افترى فيما بعد قصة مسابقة الرواية البوليسية في دار خطوط وظلال، وكان رئيس اللجنة وحيد الطويلة، الصديق العزيز وحيد الطويلة. افترى علي على أنني أريد أن أكسب شخصا لا يستحق الجائزة، وعرضت عليه زيارة إلى بلجيكا في وقت أنه البلاد كلها مغلقة، كلها حاجر، ما في سفر، ما في مجال للسفر. وأنا نشرت سجل المراسلات، ويعني يؤسفني وآلمني أنه الأستاذ وحيد الطويلة يعني لم يقل صريح العبارة. ونعم كتب تقرير جائزة الرواية البوليسية، لكن نتيجة ظرف استثنائي وقع فيه وحيد الطويلة لا لست بصدد ذكره. يعني وكل هذه التفاصيل من الشتائم والإهانة وحملة التأليف والتشويه والتضليل والكذب والافتراء تعرضت لها، لأنني قلت أن هنالك اختلاس معين يعني زاد عن حده في هذا العمل. و يعني هذا ما يمكنني قوله بإيجاز يعني في هذا الخصوص. طيب، ونحن يعني نتحدث عن هذا الفيض الزاخر من الكتابات والأعمال الأدبية في عصرنا الحالي. نريد أن نعرف من هو الكاتب المبدع في منظور حضرتك؟ ما مفهوم الإبداع، وعلى أي أساس أستطيع أن أطلق على هذا الكاتب أن هذا الكاتب هو كاتب مبدع؟ شوفي دكتورة جيهان، يعني لا يوجد هنالك تعريف صارم لعملية الإبداع في تقديري، يعني هذا رأيي الشخصي. إذا أنا الآن على وجه البسيطة 7 مليار بني آدم، في 7 مليار تعريف للإبداع. ما أميل إليه أنه كل من يضيف إلى المنجز الإنساني الروائي التشكيلي الموسيقي قيمة جديدة، قيمة مضافة، فهذا هو إبداع. يعني لكن الإبداع هذا لا يعني يخلق من العدم أو من الصفر، هو حصيلة تراكمات، هو حصيلة شوفي هنالك تقاطعات بين الرسالات السماوية، هنالك تقاطعات بين الميثولوجيا الإغريقية والسومرية والمصرية. البشرية تتقاطع بحيز أو بشكل أو بآخر قديما وحديثا وحتى قيام الساعة، لكن دائما هنالك هامش للمبدعون، والمبدعون قليلة في كل المجتمعات يعني وعلى كل الأزمنة. والنقد أيضا، النقد الأصيل الرصين وأيضا فعل إبداعي واستكشاف ونص على نص هو أيضا النقد الحقيقي. قليلون دائما يعني المؤثرون في حركة الإبداع وحركة النقد. لا يمكنني أن يعني أعطي توصيفا تحديدا هذا الرأي، لكني يمكن أن أقول أنه يعني ما ليس إبداعا يمكن تعريفه. يعني أنت تقرأين قصة ويعني الانطباع الذاتي التلقائي الأول أنه لا ده مش إبداع، يعني ده هذا يمكن تعريفه. وما خارج الإبداع بنسب معينة تقل أو تزيد، ذلك يمكن أن نصنفه إبداعا. يعني بمعنى لا يمكنني إعطاء أو إطار أو تعريف معين للإبداع لصعوبة ذلك، لخطورة ذلك، لكن من الأهمية بمكان ومن ببساطة أن نقرأ عملا روائيا ونقول أنه عمل جيد، لكن هل كل عمل جيد إبداعي؟ ليس بالضرورة. العمل الرديء في مطلق الأحوال ليس إبداعيا، خارج إطار العادي ما هو يعني يخلق صدمة ودهشة وقيمة إضافية لك
أو للقراء أو لي أو للأستاذ رضا أو لأي شخص كان، ما يعني عندما نقرأ نصا شعريا ونشعر بأنه هذا النص أضاف إلينا، عندما نقرأ فيلم رواية أو نشاهد فيلما سينمائيا نحاول أن يعني نشعر بأنه هذا الفيلم أو الرواية حركت فينا شيئا، أسئلة، هواجس، نشعر بأنه بالفعل يعني أضيف إلينا. كمية الإضافة، كمية الدهشة معطوفا عليها يعني الإفادة المعرفية والثقافية، مجمل هذه التفاصيل تأخذ بيدنا إلى منطقة الإبداع. أستاذ رضا، هل في أسئلة عن البث المباشر؟ تقريبا في سؤال على البث المباشر، شوفوا لحظة. لدينا سؤال يقول: إذا في من الحضور أيضا حد يحب يوجه للأستاذ سؤال. مساء الخير. مساء الخير أستاذ ممدوح. مساء الورد. الله يعطيكم العافية وأسعد الله مساءكم جميعا. حضور صراحة فيه من الثقافة الكثير. شكرا صديقي الأستاذ رضا وإلى نادي الساردون ويغردون على هذه الهمة العالية التي دائما تسعفنا أن نلتقي أدباء وروائيين كبار كأمثال الضيف الكبير الكريم هوشنك أوسي. الضيف العزيز صراحة قالم عربي يفتخر فيه، وأديب كردي يحترم لأنه لم يهمل الهوية الأصيلة وهي الكردية، فله جزيل الثناء صراحة. بالنسبة للعمل السردي، أنا أشاركك الرأي أيها الضيف الكريم أن يكون مطعما بقليل من الشعر، فأنا أراه كالملح في الطعام إن جاز لنا التعبير. السؤال للضيف الكريم إذا تكرم: هل أنت مع الروائي الواقعي الذي يرسم الأحداث دون الابتعاد عن الجوهر في العمل الأدبي؟ وهل الروائي العربي وصل من الإبداع ما يؤهله إلى منافسة العالمية، أم أنه لم يحظى بالاهتمام المناسب؟ وأما بالنسبة للعمل الأدبي فأنا أرى أنه لا يقيده زمن، إنتاجه يعتمد على القريحة لدى الكاتب وإيمانه المطلق بما سيولد على يديه من عمل أدبي. وأسعد الله مساءكم جميعا. شكرا لكم جميعا. جزيل الشكر والامتنان على رأيك. اسمح لي يعني أن أتحفظ وأن أضع كلمة الكبير بين قوسين وأضع يعني خطا في هذا الخصوص. أنا ما زلت في البداية يعني لا أحب يعني أميل أو أحبذ التوصيفات هي. أنا أشكرك. كلنا في البدايات صديقي. طيب، طالما نحن في البدايات فلنبقى ضمن يعني تعريفات والتوصيفات. ولا زلنا نحبو على أبواب الأدباء. طيب، بخصوص لسؤالك فيما يتعلق ب الترجمة وهل يعني الإبداع العربي هل حظي نال حقه من الترجمة والتعريف في الأوساط الأوروبية؟ في تقديري أتيت على الإجابة في سياق الإجابات السابقة. أما سؤالك الأول شو كان بعد إذنك ممكن تكرره؟ هل أنت مع الروائي الواقعي؟ طيب، أنا مع الروائي فيما يختاره لنفسه يعني، لكن الإغراق في الواقع أيضا لا أميل إليه. ينبغي أن يكون هناك مسحة من التخيل كالإضافة الشعرية التي أتيت على ذكرها. أصلا الواقع الحالي 2023 أو 2020 22 23 إن أتيت إلى ذكره في الثمانينات أو في السبعينات يعني لا وصفوك بالجنون ولا وصفوك بأنك خيالك خصب إلى ما لا نهاية. بمعنى أحيانا الواقع الذي نعيشه
بكوارثه، بخيباته، بآلامه، يتجاوز الخيال أيضا، يعني يتجاوز حدود التصور التخيلي. لكن أحيانا هنالك يعني جنس أدبي، يعني المتخيل التاريخي، المتخيل العلمي، روايات الخيال العلمي، روايات الخيال التاريخي أيضا، يعني رواية تاريخية تضيف إليها خيالا، أو رواية تاريخية بحتة لا تضيف، يعني لا يوجد فيها أحداث تاريخية حقيقية وواقعية، كلها من نسيج الخيال. أنا مع التجريب، لكن التجريب الواعي، التجريب الذي يستند على فهم ويستند على أرضية صلبة من القراءات ومن الاطلاع ومن السعة المعرفية والخزين المعرفي والثقافي. التجريب لمجرد التجريب تخريب، سواء كان العمل واقعيا أو كان عملا يعني تخيليا أو افتراضيا، أو ما يقال يعني الواقعية السحرية وكل هالقصص. هنالك أحيانا من يجربون يعني لمجرد التجريب، يعني ليس التجريب هو اختبار للذات، اختبار لمهارات الكاتب، لوعي الكاتب، لتعامله مع يعني مهنة الكتابة، مستوى احترامه ودرجة احترامه للكتابة الأدبية، وبالتحديد الكتابة الروائية. التجريب لمجرد التجريب في تقديري يعني تخريف ولزوم ما لا يلزم، وعملية استعراضية لا أكثر ولا أقل. إنما التجريب الواعي المدرك لماهية التجريب وأدوات التجريب، هذا ما أميل إليه وأرجحه وأفضله وأرحب به. طيب أستاذة فدوى يعني لديها سؤال، أتوقع رفع ايديها. يسعد مساكم مرة ثانية. بس بدنا ننقل الكاتب الروائي للجانب اللطيف وأسألك هل كان نصيب للمرأة في أشعارك؟ عشان نغير الجو والمود. شوفي يعني سؤال حلو، سؤال حلو. هذه الرواية الأولى وطأة اليقين، أول من كتبت عنها في الصحافة العربية في صحيفة الحياة هي رواية سورية حاليا تعيش في برلين، اسمها الدكتورة نجاة عبد الصمد. هي أيضا فازت بجائزة كتارا 2018 في الدورة التي بعدي. هي أول من كتب عن هذه الرواية في الصحافة العربية امرأة، والتي انتقت هذه الرواية ضمن لجنة التحكيم امرأة، والتي صادقت على تقرير هذه الامرأة امرأة، وذكرتهم يعني في هذا الخصوص. أما الشعر، يعني الشعر إذا لم يكن في حيزه الأكبر يعني مكتوبا للنساء أو عن النساء، عن ماذا سنكتب؟ يعني حتى في الأعمال الروائية الشخصيات النسائية في هذه الأعمال شخصيات استراتيجية ومحورية، مثل ما أنه الحياة هكذا، يعني الرسالات السماوية، الميثولوجيا قبل الأديان وأثناء الأديان السماوية، دائما هنالك وهذا واجب، يعني ونحن مجبرين لأنه واجب علينا لا يمكن أن يعني طيب تصوري أنت أنه الحياة بدون امرأة، كيف الشعر بدون امرأة، كيف كان الرواية بدون امرأة، أو يعني مستحيل، شيء يعني مستحيل. حتى في الجانب الفلسفي أيضا، يعني وراء كل فيلسوف امرأة، وراء كل مبدع امرأة، ووراء كل مبدعة وفيلسوف أيضا ربما رجل يعني. ففي الشعر في الرواية في الرواية دائما هناك مساحة كان كبيرة. لازم عاد يعني هيك نسمع شعر غزل اليوم.
والله انا لم يعني يا ريت الدكتوره جيهان في امسيات لاحقه يمكن إن ان شاء نخصصها. الله. الان تحدثنا عن الروايه وعن الثقافه ومشاكل الثقافه والترجمه والقصص هي. في امسيات اخرى فلنخصصها للقراءات، للجانب الشعري، ونخصصها للقراءات الشعرية. الله وأعد يبدو ان الحضور يعني يشاركوني إن الفضول شاء في الله. التعرف على التجربه الشعريه. يعني استاذه فدوى يظهر شاركتني في نفس الفضول للتعرف على تجربه. بالضبط. يعني احيانا نحب نسمع شعر، خاصه الشعر الغزل بنحب نسمعه. لا، والسؤال اللي حضرتك سالتيه سؤال خطير جدا يعني، والاجابه على فكره فيها نقاط تفتح مجال لاسئله كثيره يعني ايضا. حتى النصوص الأدبية من الجميل إن يعني نسمع بعض النصوص أصلا الأدبية، يعني بنحب نسمع عشان نعرف أكثر يعني عن هو الكاتب وعن طبعا هوية انا الكاتب يعني وشخصيته. احنا ان شاء الله باذن الله بصدد يعني في الفتره القادمه سنناقش احد اعمال استاذ هوشنج، وطبعا هنرسل العمل على المجموعه وعلى الصفحه، وحضرتك اكيد تشرفينا بانك انت تقراي العمل وتحضري معانا المناقشه باذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بالشكل ده هنتعرف على الجانب الروائي، وان شاء الله باذن الله سنخطط لامسيه تخص الشعر حتى نشبع الفضول انا وانتي. إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. إن شاء الله بإذن الله. شكرا جدا لحضور حضرتك أستاذة فاطمة. تسلمي. شكرا. شكرا. أود أن أنوه فقط أن بالفعل سنناقش للأديب هوشنيك إن شاء الله رواية كأنني لم أكن إن شاء الله في شهر فبراير القادم. يسعدنا أن يكون ضيفنا بل صاحب دار إن شاء الله في القادم إن شاء الله. أنا على مستوى الشخص سعيد جدا بحضورك وبهذه الأمسية الجميلة، أتمنى أن نكررها في لقاءات قريبة حتى بعد مناقشة الرواية القريبة إن شاء الله، وأسعد بك في القاهرة قريبا إن شاء الله. إن شاء الله نلتقي في القاهرة في فبراير على هامش معرض إن شاء الله. الكتاب. وممتن جدا لكم. شكرا كثير أستاذة جيهان، شكرا كثير أستاذ رضا، شكرا الأعزاء والحضور الكرام، على أمل أن نلتقي قريبا في ندوات أخرى أدبية وشعرية ورواية. أكيد طبعا، فعلا إحنا سعدنا جدا بحضور حضرتك، وتطرقنا للعديد من الموضوعات الثقافية، ويعني أنا مازال عندي فضول للكثير من الأسئلة أنا كنت محضراها، حتى إجابات حضرتك يعني أثناء المناقشة أيضا فتحت المجال ل يعني حوارات كثيرة نريد أن نتحدث فيها مستقبلا إن شاء الله. فيعني بإذن الله حضرتك تكون معنا في لقاءات متعددة، وأكيد هنستمتع بكأنني لم أكن ونناقشها قريبا بإذن الله. فشكرا ليك مرة تانية، وبإذن الله أنا كمان إن شاء الله يعني سأكون في مصر في الفترة القادمة. أتمنى أن أنا أيضا أحظى بمقابلة حضرتك في معرض الكتاب، تكون فرصة سعيدة جدا للتعرف عن قرب يعني. نشكرك جدا وسعداء جدا بوجودك معنا على منصة الساردون، وسنسعد بك أكيد في لقاءات قادمة بإذن الله. وسعداء جدا بكل الحضور اللي حضروا معنا سواء على رابط الزوم أو على البث المباشر على الصفحة، وإن شاء الله نتمنى منكم أيضا يعني التفاعل معنا في أمسيات قادمة، وسيكون الرواية أيضا ستكون متاحة لمن يرغب في المشاركة في أمسية